السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي. معلش اخ اطلع امبارح. الصراحة جلسة ما كانش فيها اصلا اي اكشن يعني ولا اي حاجة. فمش مستاهلة يعني. النهاردة جلسة كويسة بالرغم ان كان في تخوفات، وكان في البترول طالع، الاسواق اتهزت امبارح، والكويت والبحرين وايران والمناوشات اللي بتحصل. ولكن كل اللي بيحصل زي ما قلنا قبل كده ان هو ان شاء الله ده يكون يعني ايه الفرفره الاخيره يعني، ومفيش حاجه تتطور ان شاء الله. السوق النهارده كان كويس. الاداء المؤشر السبعيني كان هايل يعني، طالع فوق الواحد ونص في المية. التلاتيني كان يعني ما بين الاحمر والاخضر، بس اعتقد ان هو قفل في الاخضر. اي نعم لسه تحت الخمسة 52 800، ولكن طبعا قفله كويسه. الناس كانت متوقعه النهارده جلسه مش لطيفه. في اسهم بدات تتحرك وتعكس اتجاهها وتطلع تاني، زي اسهم الادويه، بعض اسهم العقارات لسه مستمره. اكتتاب اسباير اللي مجنن الناس بعد جنوب الوادي، وبعد الاكتتابات الاخيره والاسكندريه الطبي وكده. فواضح ان بعد ما كانت الاكتتابات زمان ذات سمعه جيده، والناس كانت بتحب الاكتتابات عشان تكسب وكده، وبعد كده الموضوع فقد بريقه خالص خلال السنين اللي فاتت، رجع بقوه السنه دي واواخر السنه اللي فاتت. زي ما قلنا ان السنوات 2025 و2026، وخاصه كمان 25 كانت اكتر. هي السنه او السنتين، السنه دي والسنه الجايه كمان، يعني السنه دي واللي فاتت واللي جايه، دي سنه اعاده هيكله الشركات. اي شركه عايزه فلوس لازم تتقدم بان هي تزود راس مالها عن طريق اكتتابات، لان فايده البنوك غاليه، القروض غاليه. الناس عندها نهم على الاكتتابات. بعد ما كانت الاكتتابات ذات سمعه سيئه، بدات الناس تغير فكرها، وبدات الناس دلوقتي تدور على اسهم الاكتتابات. بدا الميكرز كمان يستغلوا خبر الاكتتاب على انه خبر ايجابي. بمجرد ان الشركه بتعلن ان في اكتتاب، بتبدا السهم يتحرك لقدام، زي النيل للادويه، زي ما اعرفش برضو في سهم كده طلع برضو اول ما قالوا في كتاب الفنار. كذا سهم كده لما قالوا في اكتتاب في اعلانات الشركه عن اكتتاب، السهم اتحرك. وقلنا قبل كده ان الاكتتابات بتمر بكذا مرحله. الاعلان ده يعتبر حاجه بدري جدا، لان بعديه لازم موافقه الهيئه، جمعيه عموميه غير عاديه، بعد كده نزول النشره، بعد كده يبدا الاكتتاب بمرحله اولى، مرحله ثانيه، ثم نزول الاسهم. فموضوع ان شركه تعلن عن الاكتتاب لغايه ما اسهمك تنزل، ده ممكن ياخد من 6 شهور لسنه. فده طبعا مده طويله، لازم تكون حاسب حساباتك كويس. طيب الاكتتاب العاقل وحيد تقريبا في الفتره اللي فاتت دي كلها كان اكتتاب نهر الشر، مش نهر الخير بقى، نهر الشر من الجزمه. هو اللي ما عملش خالص حاجه. ولكن قلنا ان ممكن زي ما شرحنا قبل كده في حلقه الاكتتابات، ان الميكر ممكن يعمل الجيمه بتاعته في اي مرحله من المراحل اللي احنا قلناها دي كلها، من اول اشاعه الاشاعه ان في اكتتاب لغايه ما الاسهم تنزل، ويقعد كمان متنح بيها شويه، بعد كده يبدا يطلع. طيب نهر الخير عدى كل المراحل، ما بقاش ناقص غير مرحلتين دلوقتي. اول مرحله ان هو يطلع دلوقتي، بحيث ان اسهم الاكتتاب لما تيجي تنزل على السهم وهو غالي، فالاسهم الزياده ما تاخدش السهم وتغطس بيه زياده. طيب السيناريو الثاني ان الراجل يستنى نزول اسهم الاكتتاب، وبعدين ياخد الاسهم كلها ويطلع، وممكن يبقى ميكس بين الاثنين. ولكن هو مفوت كل المراحل اللي فاتت وما عملش حاجه، فخلاص مش ناقص له غير دول. طب مين اللي عمل كده؟ كريست مارك وكوبر عملوا نفس الحركه. وكريست مارك اديكوا شفتوا الجيمه اتاخرت كتير جدا لما الاسهم نزلت، وقعد بعدها يجي شهرين ثلاثه اربعه، ما اعرفش فات كام شهر، ودلوقتي السهم الواحد طالع تقريبا جنيه يعني. السهم ده انا بايعه تقريبا ب 45 قرش و48 قرش، دلوقتي السهم داخل على جنيه ونص ولا جنيه حاجه و30. فطبعا ارتفاع قوي جدا، ولكن الارتفاع اتاخر شويه. كوبر ما عملش برضو حاجه خالص، ولا زال ما عملش، ولكن ما طلعش كمان، وممكن يطلع زي ما قلنا برضو. كوبر ممكن يطلع يعمل جيمه كويسه لانه بيجمع بقاله كتير. طب نهر الخير بيجمع بقاله كتير جدا جدا، بقاله اكتر من سنه بيجمع، فبرضو طلعته هتبقى مفروض انها تبقى طالعه غشيمه من زي بتاعه كريست مارك الاخيره كده، او زي بتاعه ارابيا هولدنج والحاجات اللي هي الهبل دي اللي هي بتطلع بال 200% ولا حاجه متواصل. ف انا متوقع ان نهر الخير برضو ان هو يعمل شغل كويس ان شاء الله. وبرضو متوقع ان برضو اكتتاب اسكندريه الطبي يبقى كويس برضو قبل ما الاسهم تنزل، هيكون في جيمه كويسه او مع نزول الاسهم. وكمان عندنا بقى الاكتتاب اللي احنا المفروض مستنيينه دلوقتي، هو اكمي النهارده، اكمي اللي هو فيوتشر كير.
عمل طلعه كويسه جدا بعد التسليمه بتاعه اليومين اللي فاتوا، واحنا قلنا ان جهاز مستقبل مصر المفروض يكون خرج، بس سبحان الله ما قالش ان هو خرج، ولا في حاجه طلعت ان هو خرج، مع ان في تسليم حصل لكميه كبيره جدا. السهم كان منفذ فوق السبعة ونص تقريبا مليون سهم، وفي الاخر لقينا ان في بس مستثمر قلل من كميته بمليون و800 الف سهم، حوالي 2 مليون سهم. والنهارده وقلنا قبل، وقلت لكم قبلها من امبارح التسليمه اللي كانت 10 30 دي بعدها ممكن السهم يصفر في نفس الجلسه، قرب من التصفير وما صفرش، ولكن صفر النهارده الحمد لله. وكانت ناس بتبعت لي بتقول لي احنا خايفين من الرميه اللي حصلت، قلت لهم دي مش رميه يا جماعه، وان ما في زي ما في مستثمر بيخرج بكميه 2 مليون سهم، في واحد بياخدهم منه، ما هم مش هيرميهم على الشعب يعني. انت شايف اصلا في العادي العروض والطلبات بتاعت السهم ده بتبقى ب 300,000 و200,000، فلغايه واحد رمى 2 مليون ده هيصفروا ده ما يصحيهوش تاني. فاي كميه من الكميات الكبيره دي بتترمي، في واحد بيستلمها عشان يطلع يعمل بيها شغل ان شاء الله. وطبعا بقى قلنا ان ساعات الموضوع ده كنا برضو شرحنا قبل كده، ان ساعات ان الموضوع ده زي ما يكونش انت شايف كده، يعني مثلا قال لك سعر البيع على 10 30، ممكن ما يكونش على 10 30 اصلا، ممكن يكون في فلوس من تحت الترابيزه اندر كده، ممكن الحاجات دي بتحصل. ولكن اكمي النهارده نزل نشره الاكتتاب، انا مش عارف نشره الاكتتاب اللي حد بعت لي نشره الاكتتاب، بس لسه ما فيهاش مواعيد، دي اللي انا شفتها. وجايبين ان المستشار مش عارف القانوني يقول بس تقريبا شفتها متأرخه 3 6، يعني المفروض انها من امبارح، يعني مش حاجه قديمه. ما احنا قلنا يا جماعه ان ده الراجل بيطلع ان القيمه العادله لسهم اكمي اللي هو فيتشر كده 77 قرش، والسهم شغال ب 12 جنيه، يعني شغال بحوالي 15 ضعف ثمنه. ولكن يعني احنا قلنا الموضوع ده مبقاش مقياس قوي في الشركات اللي خسرانه او بتعمل اعاده هيكله، انك بتبقى داخل على الجيمه، مش داخل على انك تاخد كوبونات وشركه قويه وهكذا، يعني زي ماكرو جروب وزي خارجيه كنديه زي كريستمارك زي كوبر، زي الاسهم التعبانه دي كلها. فاكمي ان شاء الله مكمل، واعتقد ان الكتاب بتاعه هيكون فيه جيمه قويه جدا. لازم زي ما شفت كتاب اسباير كابيتال، هتلاقي كتاب تايكون عامل زيها واقوى كمان، لان اكتتاب شركات السمسره هم بيبقوا لعيبه وحريفه. وكتاب بيلتون زمان لما برضو فضل متنح في نفس السعر، الناس كانت اصلا بتقول انا اخش كتاب ليه، بعد كده 50% في يومين ثلاثه. فاكتتابات شركات السمسره بتبقى قويه جدا، بيبقى الناس حريفه لعيبه اسهم، فهم عارفين الموضوع بيمشي ازاي. اعتقد ان كتاب تايكون هيبقى قوي جدا. تايكون من الاسهم اللي هي ماليا تخوف لانها خسرانه وكده، ولكن على الشاشه السهم بصراحه قوي، مع اي انهيار حتى من الانهيارات لما كانت الحرب اصلا مولعه ما كانش السهم بيكسر الدعوم بتاعته، كان برضو ينزل ومتنح عند رقم، بس مثلا ما نزلش من الارقام اللي هو طلع منها. يعني سهم مثلا طالع من 38 جنيه اصلا ولا 28 جنيه، طالع اللي كان طالع لغايه فوق ال 115، لما الدنيا خربت خلاص نزل ل 95، ما نزلش انهار بقى لنفس الارقام. وبرضو دلوقتي حتى في ظل اقوى الاحداث السهم اخره جاب 13 ونص لما اخر مره دخلنا فيها، واصلا مش راضي يكسرها. ده انا مستنيه عند 13 ونص ومستنيه عند 12.80، ومش عايز يوريني. ده لو جاب 12.80 يبقى كتر خير، الواحد يا طبعا ايه يغب عليه. برضو من الاسهم اللي توقعت انها تشتغل النهارده وما اشتغلتش انترناشونال بيزنس الشهير بشوكوبانزا. تنفيذه كان لغايه بعد نص الجلسه منفذ 20,000 سهم. كنت انا حاطط اوردر كده ان انا ابيع وانزل اجيب من تحت تاني، بس كان حاجه كميه هبله خالص يعني، كانت عشان برضه اجيب شويه سيوله اخش بيها النيل للادويه. طلبته عند 158 وعند 160 ما ادانيش. فان شاء الله نشوفه يوم اسمه ايه، يوم الاحد. انا بعت النهارده شويه فيوتشر كير، بعتهم قرب الهاي الحمد لله. يعني 11 باين 70 ولا 11 حاجه و70، وكنت شاريهم ب 10 30، وبعنا شويه انترناشونال بيزنس كنا شاريهم ب 10 80، وبالتالي ما بعتش حاجه تاني النهارده. وجينا واشتريت هيبكو قرب ال 8 وحاجه، كنت بايعهم 8 34. وحطيت اوردر على النيل الادويه بس متاخر، وجاب انا كنت عايز اشتري 158 هو جاب 157 وشويه، بس انا ما كنتش حطيت اوردر. حطيت اوردر بعد كده على 158 لقيته بعيد، حطيته على 160 وشويه لقيته بعيد، حطيته على 162 وقروش. قلت اخد حته كده احط رجلي برده تقريبا ما تنفسش، لان ساندر جه في اخر اصلا الجلسه وهنج، ولغايه دلوقتي اصلا مش راضي يفتح. ولكن غالبا انا ما خدتهمش برده. كتاب كوره الناس اللي بتسالني واللي حصل فيه والناس خايفه، ما فيش خوف ان شاء الله. انا اصلا ما اعرفش الحركه دي ما حصلتش بقالها كتير قوي، ان الناس تغلط في قسمه التخصيص ونسبه الدفع وهكذا. واذا كان طبعا نسبه التخصيص الخاصه الكتاب الخاص 3 مرات ده يعني مش
حاجه مش واو يعني، مش مشجعه. المفروض كان يتغطى مثلا 7 8 10 مرات، ولكن الكتاب العام كان معدي ال 30 مره. والكتاب الخاص 3 مرات بس. ده يقول لك ان يعني معظم الناس اللي طلبت السهم خدت تلت اللي هي عايزاه، ودي كميه مش قليله، لان اعتقد ان هم ما كانوش متوقعين انهم يحصلوا على اكتر من كده. فالاقبال على السهم نفسه لما ينزل من الهيئات الكبيره والهيئات اللي عايز تستحوذ مش هيكون قوي، ولكن ده بيرجع طبعا لقوه الشركه اللي عامله الطرح. وطبعا شفتوا فرق زي شركه زي هيرمس وشركه زي برايم. فرق هيرمس مع جورميه من برايم مع اسمه ايه، مع اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه كورة ده. فيعني اعتقد ان السهم هيطلع، ولكن مش عارف يعني هنحكم عليه طبعا لما ينزل، ولكن مش شايف له كده ان هو يعمل طفرات يعني. توسع يا جماعه، في ناس كتير قوي سالتني عليه، وانا كنت بجاوب في الاول التوسع على فكره. دخلت الاكتتاب بعد كده لما شفت الشركه ونشاطها والنوع النشاط بتاعها، لقيت ان انا مش هبقى مستريح وانا شغال فيها، لان هي غالبا عامله زي البنوك وزي فاليو وزي الهيرمس والبنوك اللي هي اللي تعتبر الاستثماريه يعني، اللي بتوق فيها قروض وكده يعني، شركات التمويل. فما استريحتش ليها، فقررت ان انا ما اشتغلش فيها، مع ان انا 100,000 حد سالني عليها وقلت له هيبقى فيها شغل قوي جدا. هي عامله كده زي هيبكو، شركه صغيره هتدخل وهتكبر نفسها وهتخش، بس هم فرقهم عن هيبكو ان هم صراع. هم شركه سريعه جدا في الاجراءات يعني، عملت الاكتتاب بسرعه ونزلت الاسهم بسرعه، وكمان طلعت لاسعار ممتازه، تعتبر طالعه تقريبا دلوقتي 200%، وكمان دخلت السوق الرئيسي وكمان امتصت اسهم الزياده. فبصراحه شابوه للميكر بتاع توسع، ولكن ربنا يرزقنا في اسهم تانية تكون احنا مستريحين للشغل فيها. وزي ما قلنا انا اسباير ده طبعا ما بصيتش عليه خالص، لانه كان جاي في وقت طبعا صعب جدا، انا ما كنتش مركز في اي حاجه. انا لسه لغايه دلوقتي تركيزي سيء جدا، مش مركز في الشغل السوق، لان يا موضوع انا بس متابع كام موضوع مع موسى كده، وعايز انزل مصر وعندي مشكله في الشغل، وعندي كنت في تكليف الحج في مكه ولسه راجع، ففي كذا موضوع عندي. فالبورصه للاسف يعني ترتيبها جاي في الاخر خالص، ان انا مش مركز تماما. عشان كده زي ما انتم شايفين مش بعرف اطلع معاكم كتير، مش بعرف اشارك حتى في الجروبس. ولكن ان شاء الله ربنا يعدلها يا رب دعواتكم، ربنا يعدل الحال، ربنا يفك الكرب، ربنا يرزقنا يا رب الخير كلنا دايما، وربنا يكرم موسى يا رب ويكتب له الخير دايما ويحفظه ويبارك في صحته ويبارك في زوجتي ويغفر لأبي وأمي يا رب إن شاء الله. إن شاء الله قولوا في الكومنتات كده ممكن نتكلم على إيه بكرة، لو عايزين نعمل عودة للفيديوهات التعليمية نتكلم على إيه عندنا بكرة وعندنا بعد، ولو في وقت إن شاء الله أطلع معاكم بقى من البيت. دعواتكم كتير، معلش الواحد الأيام دي بس مش مركز عشان موسى. يا رب يا رب يكرمك يا موسى ويكرم أولادكم دايما ويكتب لكم الخير. سلام عليكم.